عزيزي الفنان، عامل ايه الاخبار؟ اتمنى تكون بخير وفي احسن حال. اتمنى انك انت تكون بخير وفي احسن حال. طيب، بصراحه انا سجلت الفيديو ده على تيك توك بشكل فيرتيكال وكده، بس حسيت ان الجماعه بتوع يوتيوب حبايب قلبي، يعني لازم نعمل لهم كده كونتنت. اي نعم، مفيش كومنتس خالص، مفيش تفاعل خالص، بس انا زي ما قلت لك انا هفضل مكمل حتى لو مفيش فيوز خالص، حتى لو بنجيب واحد فيو، عشان انا بالنسبه لي مش باصص لها او مش مستني منها حاجه. انا بعمل حاجه شايفها ان هي ممكن تفيدك وبتفيدني انا في الاول، يعني لان انا اي حاجه بقولها، فاهمني، اي حاجه بقولها فانا بكلم درويش اللي هو بيتكلم ده قبل ما بكلمك انت، فاهم حاجه؟ طيب، موضوع النهارده عن ايه يا معلم؟ موضوع النهارده عن فكره ورط نفسك. ماشي، كلنا اتفرجنا على فيديوهات كتيره جدا، ورط نفسك ودبس نفسك وارمي نفسك وابدا دلوقتي والى اخره. صراحه بناء على التجربه الكلام ده صح. ليه؟ انا في حاجات في الثلاث ايام اللي فاتوا دول انا اتعلمتها عمري في حياتي، او نقدر نقول في حاجات في الثلاث ايام انا كنت مضطر اتعلمها عمري في حياتي ما كنت هتعلمها بالعوزان. فكرة ان انت تتعلم بالتورط، ان انت متورط ومضطر ان انت تتعلم الحاجة دي عشان تعمل الشغلانة المعينة دي، او تشتغل على البروجكت المعين ده، او حاجة لازم تفهمها وتتعلمها عشان تعرف تتعامل مع موقف معين. فاهم؟ زي بالظبط مثلا فكرة الانترفيو، مثلا واحد رايح انترفيو مثلا في اي شركة، حلو، فبيعمل ايه؟ بيقعد بقى يتفرج على فيديوهات كتيرة جدا ويتعلم ازاي يتكلم، ولو اتسأل السؤال ده يرد يقول ايه، ولو عمل كذا، عمال يتعلم. هل لو ما كانش فيه انترفيو اصلا هل كان هيتعلم؟ هل كان هيتفرج؟ لا، مفيش سبب، ماليش دافع. فاهمني؟ فالاضطرار بيكون دافع. دافع ليه؟ انك مضطر تعمل حاجة دي علشان ما يحصلش نتائج سلبية انت مش عايزها. زي بالظبط كده اللي بيقدم في شركة وبيروح انترفيو، النتيجة السلبية اللي هو مش عايزها ايه هي؟ انه ما يترفضش. فاهم؟ او انه يترفض. تمام، دي النتيجه هو مش عايزها، فبيكون مضطر وبيجبر نفسه وبيغصب نفسه ان هو يفهم كل حاجه بتحصل في الانترفيو عشان يعرف يتعامل فيه، عشان يبعد عن النتيجه السلبيه دي باكبر قدر ممكن. ماشي، فهي دي بقى اللقطه اللي انا عايز اقولها لك. فكره ان انت مش تجبر نفسك، تحط نفسك في موقف يخليك مضطر تتعلم الحاجه عشان تعدي من الموقف ده. يعني احكي لكم القصه. انا بالظبط من حوالي يومين اتعرض عليا الشغلانه دي بصراحه انا اول مره اعملها. ماشي، بس خد بالك ان هي اول مره اعملها، هي في مجال الجرافيك ديزاين، بس هي انا اول مره اشتغلها، لان طبعا مجال الجرافيك ديزاين هو مجال كبير جدا وفيه تخصصات كتيره جدا. يعني مش شرط يبقى الجرافيك ديزاينر يبقى بيعرف يعمل كل التخصصات. في ناس متخصصه مثلا في اليو اي واليو اكس، في ناس متخصصه في المطبوعات، في ناس متخصصه في السوشيال ميديا ديزاينز، في تخصصات كتير. فاهمني؟ ففي حاجه خارج تخصصي، حاجه انا عمري في حياتي ما جربتها ولا عملتها قبل كده. ف لاول وهله كنت خايف، بس قلت يلا بينا، هنخسر ايه؟ وهي بقى لقطه مهمه جدا، فكره ان انت خد ريسك، لكن خد ريسك محسوب. شوف اخره فيه. تمام، ما تاخدش حاجه فعلا هي اكبر منك. يعني برضو الموضوع مش الموضوع محسوب، الموضوع نسبي برضو، لكن في المعظم بتبقى الحاجه اللي جايه لك وانت ما بتعرفش تعملها قوي او مش فاهمها قوي، بتبقى فرصه ليك ان انت تتعلم. فانت حاول تغتنم الفرصه دي على قد ما تقدر. بس فقبلت الموضوع، بدات ادور، اتعلم شويه. تمام، اتفرج على فيديوهات، الحاجه دي بتعمل ازاي، مش عارف ايه بتاع. لقيت نفسي طبعا بعد 3 ايام الحاجه دي خلاص خلصت اتسلمت. ودي كانت بالنسبه لي حاجه، يعني انا بحتفل جدا بحاجه زي كده، لان طبعا انا واجهت كميه يعني مطبات في الموضوع ده لا حول ولا، يعني بعد ما خلصت الشغلانه كلها اجي في الاخر الاقي في حاجه غلط ما كنتش واخد بالي منها، فارجع تاني اعيد الموضوع كان الموضوع بالنسبه لي مرهق جدا 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 على فكره. ماشي، ويمكن انا سجلت فيديو امبارح نزلته على تيك توك بقول يا جماعه عادي وبتاع، انا في حاله سيئه جدا. انا فعلا كنت خلاص، يعني انا بس بعديها ببدا افهم انه الحاجات اللي انت بتمر بيها دي انت كده فاهم بتتعلم، انت كده بتتطور، انت كده بتتحسن. ما هو التحسن يصحبه ألم. زي بالظبط كده فكرة العلاج، الدواء اللي انت بتاخده
مفيش دواء بتاخده وانت مبسوط، مفيش علاج بتاخده وانت مبسوط. يعني اديني كده علاج بتاخد الحبايه من هنا تقعد تضحك ومبسوط يا اما بيبقى طعمها مر، يا اما بيبقى مثلا مؤلمه حقن مثلا او الى اخره. فدايما التحسن بيبقى يعني بيصاحب التحسن ده الالم، ومش بتدرك التحسن ده غير لما فعلا تتحط بقى في موقف تاني فتلاقي نفسك ايه ده انا فاهم، ايه ده انا اتعلمت، ايه ده انا اتطورت. بتدرك ده بقى ايه لما بيحصل مواقف ده. بس فانا مش عايز اطول عليك وارغي كتير في الفيديو عشان هي فكره بقت واضحه خلاص. ورط نفسك، التعلم بالتورط اقوى بكتير من انك عايز، من انك يعني حتى كنت بقول في الاول ان الاحتياج اقوى من العوزان، ودي ممكن نتكلم عنها فيديو تاني، ان احنا نفرق بين انا محتاج وانا عايز، لان الفرق بينهم شتان ما بين احتياج وعوزان. حس ان كلمة عايز دي فيها اختيار كده، انا راجل فيها يعني كلمة فيها رفاهية شوية، انا عايز. والمشكلة بقى ان كلمة عايز دي ما تعرفش تحكمها، لان الانسان للاسف الشديد هو عايز كل حاجة واي حاجة. انا عايز اتعلم كل حاجة، وعايز يكون معايا كل حاجة، وعايز اروح في كل الاماكن. العوزان يعني مفتوح ملوش ديمت. لكن الاحتياج هو محدود على حاجات انت فعلا محتاجها في المرحلة اللي انت فيها دي. بس للاسف بقى احنا وصلنا لمرحله اسوأ، ان احنا حتى واحنا محتاجين لحاجات مهمه جدا، في حاجات كتير جدا احنا محتاجينها اساسيات، بس احنا ما بقيناش قادرين نعملها. ليه مش قادرين نعملها؟ علشان للاسف احنا وصلنا لمرحله سيئه جدا بسبب طبعا الريلز. انا بالنسبه لي الريلز والمحتوى القصير من اسوأ الحاجات اللي اتعمل بصراحه. اثرت فيا انا قبل ما بكلم مع حد، انا ما بنظرش على حد، انا اول واحد بتكلم على نفسي هو انا، لان انا متاثر الى وقتنا هذا بالريلز. تمام. وخلتنا نتعود على الدوبامين السريع، وبناء عليه خلتنا نتعود على حاجات هي عكس اللي احنا المفروض نعمله دلوقتي. يعني انا ما اعرفش قلت الكلام ده في اول فيديو ولا لا، بس يعني باختصار عشان نلخص الفيديو ماشي وتبقى انت عارف الملخص. احنا حاليا في ستيت ما ينفعش معاها انك تدور على احتياج، ان الاحتياج نفسه يبقى دافع ان انت تتحرك، او العوزان نفسه يبقى دافع ان انت تتحرك. الحاله اللي احنا فيها دلوقتي دي مش محتاجه الاتنين دول دلوقتي. عشان محتاج توصل لحاله كويسه او لست كويسه شويه على اللي احنا فيها دلوقتي، عشان نبدا بقى نشوف الاحتياج بقى، بعد كده نشوف العوزان. فاهم؟ هي مراحل. المرحله اللي احنا فيها دلوقتي صعبه شويه، فمش هتتحرك غير لما تبقى مضطر. ده بالظبط انت وكانك اترميت في بحر، فانت بقى هتقعد تضبش 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 عشان تحاول تنجو. فاهم؟ انت عايز توصل لهذه المرحله. فاهم؟ انت مش هتتحرك غير بكده من الاخر. بس فاتمنى ان الفيديو ده يكون عجبك. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، مش عايز اكون شخص رغاي. لو فعلا الفيديو يعني لو فعلا الفيديوهات دي بتعجبك، اتمنى ان انت يعني تعمل لايك، مش هتخسر حاجه، تكتب كومنت كده سواء بقى بالنقد، يعني عايز تنتقد انتقد، عايز يعني عجبك المحتوى قول لي، يعني شجع اي حاجه، يعني اعمل اي حاجه. فاهم؟ اللي هو بيسموه كول تو اكشن كده. ماشي. اعمل اي حاجه يعني حسسني ان انت موجود. ماشي. عشان غالبا احنا بنتكلم ان القناه فيها حوالي 3000 ونص بني ادم، اي نعم هم كلهم مهتمين بمحتوى الجرافيك ديزاين، وطبعا انا بعتذر لهم جدا على اني وقفت شويه في المحتوى ده، لان بصراحه يعني بحس ان ممكن نبقى نتكلم عنها فيديو تاني عشان ما ارغيش يعني. لكن احنا ممكن نعمل حاجات في القريب العاجل يعني ليها علاقه بالجرافيك ديزاين، بس حاجات خفيفه يعني، حاجات كده خفيفه في اللذيذ منه يعني. لكن المين بتاعنا هو درويش توك، ويمكن ده السلسله اللي انا كنت عايز اعملها من زمان قوي، وعملت ليها تشانل كامله درويش توك دي، وما كملتش صراحه. فممكن يبقى نعمل كل الفيديوز دي تنزل في سلسله اسمها درويش توك. درويش توك يعني نقعد بقى نتكلم ندردش نفضفض نرغي في افكار معينه كده ممكن تفيدنا في حياتنا. بس كده يا عزيزي الفنان. اهم حاجه بقى عزيزي الفنان عشان نختم الفيديو صح ونقفله على 10 دقايق بالظبط بالظبط. بص يا عزيزي الفنان، اهم حاجه، اهم حاجه عزيزي الفنان، اهم حاجه انك تخليك دايما دايما وعد، تخليك دايما فاهم مش حافظ.